الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتقي الشر يوقاه. وجاء في رواية صحيحة: ومن يتصبر يصبره الله. عايز أقول لكم إن عملية اكتساب العادات النافعة والتخلص من العادات الضارة دي أهم وأغلى حاجة هتوفر عليك الوقت والمجهود عشان تحقق النجاح، وإن أي مهارة أو عادة جديدة محتاجة تدريب خاص ومكثف ينقلها من مرحلة التعلم والجهل فيها إلى مرحلة الإتقان والتلقائية. فمثلا مهارة الخط محتاجة من اللي عايز يتقنها إن يتدرب على أصول وقواعد كتابة الخط تدريب مكثف لحد ما يوصل للمستوى المطلوب. وقيس على كده كل المهارات التانية زي الحرف والمهن، كل واحدة فيهم محتاجة تدريب خاص ومكثف، ومن ضمنهم المهارات والعادات المتعلقة بالنجاح العام زي مهارة تحديد الأهداف والتخطيط وإدارة الوقت والتركيز وتكوين العلاقات وغيرها من المهارات. ومن المفيد إنك تعرف إن عملية اكتساب وإتقان أي مهارة أو عادة لازم إنها تبتدي بفترة جهل بتكون فيها كتير الأخطاء، وكمان بتكون فيها الانتباه والتركيز وصفاء الذهن قويين قوي وهو بيمارس المهارة دي. فترة حساسة محتاجة صبر وجهاد، ومحتاجة ثقة عالية في القدرة على تعلم المهارة وإتقانها، ومحتاجة كمية كبيرة من الإصرار والتكرار، وأهم حاجة الاستمرارية لحد ما أداء المهارة أو العادة يبقى حاجة عادية بيعملها الإنسان بتلقائية وإتقان من غير وعي ولا انتباه. قال خبير الذاكرة العالمي هاري لورين: افتكر من فضلك إن مفيش ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، بس في ذاكرة متدربة وذاكرة غير متدربة، ومقارنة بكده يبقى مفيش إنسان فاشل، في إنسان اتدرب على مهارات النجاح وإنسان ما فتحش لنفسه مجال يتدرب. فمن فضلكم افتكروا كويس إنكم مش هتقدروا تستفيدوا من مهارات وعادات النجاح كما ينبغي لحد ما توصلوا بيها لدرجة الإتقان والتلقائية، وده هيحصل من خلال التدريب المكثف. وصدق من قال: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن صبر ظفر، ومن ثبت نبت، وكل من صار على الدرب وصل، واللي بيستمر بيوصل. وخير من كل ده كلام ربنا: والذين جاهدوا فينا